انا مش قلت لكم ان القوالب نامت والانصاص قامت؟ حتى الاعلام السعودي مش سايبنا في حالنا، والسبب في ده اتحاد الكره المصري بتاعنا. لما واحد زي واحد اسمه ايه وليد الفراج، اسمه وليد الفراج، بيقول لك ان ديربي الشرق الاوسط دلوقتي هو النصر والهلال. معلش انا احب الاهلي والكره المصريه، ولكن معلش شوفوا عناصر النصر وعناصر الهلال. شوفوا كمان ديربي الاهلي والزمالك على مستوى الجمهوريه دلوقتي ما عادش زي الاول. لكن ديربي النصر اديكوا شايفين الاسماء، والنصر فيه مين والهلال فيه مين. فارجوكم خليكم على جنب يا عم، خليك انت على جنب. هو انتوا كان حد يعرفكم اصلا لولا ان انتوا بتطلعوا تتكلموا عن الاهلي والزمالك؟ يا حبيبي خش كده على لعبه فيفا 24 هتلاقي النادي الاهلي فيه، مش هتلاقي فيه النصر ولا هتلاقي فيه الهلال. الاهلي اللي انتوا كنتوا بتبوسوا ايده عشان يخشوا البطوله العربيه عشان ينفع من رانك وريتش البطوله، كمتابعين وكسوشيال ميديا كناس كمان سبونسر عشان النادي الاهلي. كلمه الاهلي بس في اي بطوله بتعلي كل حاجه فيه. الزمالك رفع راس الكره المصريه قدام النصر اللي خد البطوله، ولولا ان في كريستيانو رونالدو والله العظيم ما كنت هتشموها. ولولا الحكم اللي اتحسب ضربه جزاء كان فيها شك كبير، لولا ان انتوا برضو كسبتوا الشباب قدام الزمالك. كانت مباراه سيئه، يمكن افضل مباراه عملها هي مباراه النصر ومباراه الاتحاد المنستيري. الزمالك عمل مباراه كبيره، ولكن هي معروفه ان لازم الديربي يبقى في الاخر ما بين مين ومين، عشان واحد زيك يطلع يتكلم ويقول ان الديربي الشرق الاوسط النصر والهلال. يا ترى النصر والهلال دول كريستيانو رونالدو وماني والناس دي كنتوا هتبقى عندكم كرة؟ الاهلي والزمالك ما بيجيبوش لعيبه ما شاء الله عالميه، ولكن بيتصدوا للناس ديت. وهنروح بعيد ليه يعني؟ هنروح بعيد ليه؟ الزمالك متعادل مع النصر وكسبان الهلال في السوبر السعودي المصري، صح؟ طيب الاهلي مدي الهلال السعودي قد ايه؟ أربعة. أربعة، مش يا ابو ثلاثة، يا بأربعة يا بأربعة هلالي يا بأربعة. فاكر ولا مش فاكر يا استاذ وليد؟ فما تتكلموش، لو هتتكلموا على الكوره خليكم انتوا على جنب، مش احنا اللي نبقى على جنب. النادي الاهلي الخامس على العالم في السوشيال ميديا، في انديه اوروبا، اكبر انديه في العالم بعد ريال مدريد والناس دي. الاهلي الخامس، الخامس على السوشيال ميديا كمتابعين وكتفاعل على السوشيال ميديا. لو انت مش متابع انا بقول لك تابع. سلام يا وليد، يا ايه يا فراج.